هنعمل النهاردة مع بعض الفطير المشلتت، هيطلع ناجح جدا من أول مرة بإذن الله. بس شوية خطوات كده وتكات لازم نتبعهم، هيطلع معانا أحلى فطير مورق وخفيف جدا زي ما انتم شايفين كده. الرقات شفافة وفي نفس الوقت طري جدا، وطالع فيه كل المواصفات اللي انتوا بتحبوها في الفطير المشلتت. تعالوا بقى نبدأ على طول ونشوف عملنا ايه وازاي طالع معانا طري وفي نفس الوقت مظبوط كده. اول حاجة انا معايا مقدار كيلو من الدقيق، انا مستعملاه دقيق مخصص للمخبوزات او ممكن تستعملوا جميع الاغراض. معاه بقى معلقة صغيرة من الملح ممسوحة عشان مش عايزين نكتر الملح قوي، عشان الطعم يكون مظبوط، نقدر ناكل بيه عسل، نقدر ناكل بيه جبنة، فمش عايزين الملح يكون كتير قوي. هقلب بقى الملح مع الدقيق كده كويس ومش هضيف اي اضافات تانية. وهبدأ انزل بالمية بتاعتي. المية بتكون فترة عادي من الحنفية، مش شرط ابدا انها تكون دافية. مقدار المية بيبقى حوالي 2.5 ل3 كوبايات من اللي هو المج الشاي العادي. هنزل الاول كده بكوبايتين وهنزل بقى بالكوباية التالتة بالتدريج. هبدأ اعجن كده، ولو الدقيق بتاعي احتاج اكتر بزود عشان خاطر مش كل انواع الدقيق زي بعضها. فانا بنزل كده المية بالتدريج. خلاص عجنتها حوالي 5 دقايق، وحبيت اريح ايدي كده شوية وعشان النتيجة تبقى افضل هغطيها واسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق. هرجع لها بعد ال10 دقايق، هبدأ أعجن فيها تاني. النتيجة دي كويسة جدا أو الحركة دي كويسة جدا، بتدينا نتيجة أفضل للعجينة. العرق بتاعها بيمط أكتر وبتنعم معايا وبتبقى مظبوطة أكتر. فجربوا دايما في المعجنات اللي احنا مش بنستعمل فيها الخميرة، جربوا الطريقة دي وان شاء الله هتنجح معاكم على طول والعجينة تبقى مظبوطة. خلاص انا كده عجنتها تاني حوالي 10 دقايق. شايفين بتمط في ايدي حتى وانا ماسكاها، وخلاص نعمت معايا وبقت مظبوطة. هلفها تاني بقى واسيبها كده مرتاحة حوالي 10 دقايق كمان او ربع ساعة، وهغطيها واسيبها. هرجع لها بقى تاني بعد 10 دقايق هتكون ارتاحت وظبطت. هبدأ اشكلها على طول. هتشوفوا معايا دلوقتي قد ايه بقت ناعمة، والعرق بتاعها قوي جدا زي ما انتوا شايفين كده. حتى لو بنفتحها بايدينا بنمطها بايدينا هتبقى شفافة ومش هتتقطع معانا بسهولة كده. هي مظبوطة وجميلة جدا. يبقى احنا كده اول حاجة معانا ان احنا عجننا العجينة كويس جدا لحد ما بقت ناعمة معانا زي ما انتوا شايفين كده، وطرية جدا ومظبوطة. اهم حاجة بقى في العجينة برضو ما تبقاش طبعا ناشفة، العجينة بتاعتنا طرية زي ما انتوا شايفين وبتمط في ايدينا كده. هقسم بقى المقدار بتاعي على 3. لو عايزين تعملوا الكور اصغر من كده براحتكم، انا هعمل الكيلو على 3 فطاير. خلاص شايفين ناعمة وطرية وجميلة ازاي. هحط بقى على وشها شوية من الزيت كده شوية حلوين، والف الزيت على الكورة كلها عشان خاطر ما تنشفش مني وعشان افرد بعد كده بسهولة. خلاص لفيت الزيت كويس جدا، دهنت الزيت كويس جدا. هغطي بقى بالكيس بتاعي وهريحها تاني حوالي ربع ساعة او نص ساعة. كل ما نريحها اكتر كل ما تدينا نتيجة احلى. يعني ريحوها في المرحلة دي نص ساعة هتبقى معاكي جميلة. شايفين بتمط ازاي وهي في ايدي لسه. يبقى تاني حاجة معايا مهم جدا مرحلة ان احنا نريحها بعد ما نشكلها كور وقبل ما نفردها. يبقى ريحناها كده حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع، هتبقى معايا جميلة. خلاص في السطح بقى اللي انا بفرد عليه بحط شوية من الزيت كده حلوين وابدأ افرد. الفرد بقى بيبقى من النص للاطراف، من النص للاطراف، لحد ما بتكبر معايا شويه كده الفطيره ببدا اشدها بايديا وافردها كده بالراحه عشان الحجم كله يبقى واحد وترق معايا من غير ما تتقطع. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. في اشكال كتير قوي لتشكيل الفطير، ان شاء الله هعمل كذا واحده. فانتوا شوفوا الاول الطريقه دي جميله جدا وسهله، ويعني الطريقه المعتاده بتاعه الفطير. بنوسع كده بايدينا ونشد، شايفين كده لحد ما تبقى شفافة معانا ورقيقة. هبدأ بقى اخد الزبدة بتاعتي. انا مستعملة زبدة مش مستعملة سمنة، لان الاصل في الفطير ان احنا نستعمل الزبدة لان بيبقى فيها نسبة من المية. النسبة من المية دي بتساعد انها تورق معانا، عشان المية لما هتيجي تتبخر اللي في الزبدة دي هتساعد ان الطبقات ترتفع ويعملوا ما بينهم الرقات اللي انتوا شايفينها دي. وبرضو ممكن يعني المتعودين يستعملوا سمنة
تمام، بس اهم حاجة بقى كمان ان السمنة او الزبدة يكون طعمهم كويس جدا، يعني يا زبدة فلاحي يا سمنة فلاحي او نيوزيلندي. مش موجودين او مش متاحين هنستعمل السمنة اللي متعودين عليها، بس يكون طعمها كويس لان هي الفطير كله عبارة عن زبدة او طعم السمنة بتاعنا. خلاص، انا طبقتها كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وما بين كل طبقة حطيت زبدة تاني، وبلفها كورة كده، وباخدها بقى احطها في الصينية اللي احنا هنسويها فيها، وهريحها. دهنت شوية من الزيت كده في الصينية، وهحط الفطيرة بتاعتي وهسيبها ترتاح على مشكل اللي بعد كده. هشكلها بطريقة مختلفة، مش هعملها بنفس الطريقة، يعني هعمل كذا واحدة بكذا تشكيلة بحيث ان الاريح او اللي تحبيه تستعمليه. احط برضو شوية من الزبدة كده، هفردها كويس على الطبقة بتاعتي. انا الفطيرة دي ما رقتهاش قوي للدرجة زي التانية، وهعملها رول كده زي السينابون. خلاص، شايفين الفكرة بتاعت دي ايه؟ بس اللي عجبتني اكتر هقول يعني اللي جايه دي هي اللي عجبتني اكتر واحده فيهم كلهم. والاولانيه جميله جدا وطريقتها معتاده، يعني بعملها على طول، يعني لما باجي اعمل فطير بعملها بالطريقه الاولانيه دي. خلاص، لفيتها بالشكل ده كده، وهحطها في الصينيه ترتاح. التالتة بقى هبدأ افردها برضو زي الاولانية كده بالظبط، من الاطراف، من الوسط لحد الاطراف. هنفردها، هنرققها شوية، وهاجي بقى من النص كده بالظبط احط شوية من الزبدة، وهقسمها بالسكينة كده، وهطبق بقى. هبدأ اخد الرق ده كده، وهحط عليه شوية من الزبدة، وهاتني عليه كمان الرق اللي قصاده، وبعدين اقلبهم الاتنين على اللي في النص، وادهن زبدة تاني، وبعدين هطبق زي ما انتوا شايفين كده، واحط سمنة بين كل طبقة وطبقة، احط شوية من الزبدة. خلاص، دي عجبتني جدا، الطريقة دي كانت جميلة وسهلة وما تعبتنيش، وفي نفس الوقت التوريقة بتاعتها كانت جميلة جدا. خلاص، هطبقها بقى واعملها برضو كورة كده. المهم طبعا ان الزبدة بتاعتنا تكون طعمها حلو، وهي اللي هتدينا الطعم كله. على ما خلصت التشكيل كانت الاولانية بتاعتي ارتاحت وبقت جميلة جدا، ان احنا نقدر نفردها في الصينية. وبعد ما هنفردها هندهن الوش كده بالقشطة او بالزبدة حسب الموجود عندنا، وهنريحها تاني حوالي 5 دقايق او 10 دقايق قبل ما ندخلها الفرن. هنتكلم بقى على التسوية بتاعتنا، لان دي مهمة جدا جدا جدا، هي اللي هتطلع معاك الفطير طري ومظبوط. يبقى هنعمل ايه بقى؟ الفرن بتاعنا هنشغله قبل ما ندخل الفطيرة ب10 دقايق. هنشغل الحرارة على 250 اعلى حاجة عندك في الفرن، وكمان هنشغل الشواية مع الفرن. يبقى لو الشواية شغالة، لو البوتاجاز بتاعنا بيشغل الشواية مع الفرن، بنقيدهم الاتنين مع بعض، عشان مش عايزين مدة التسوية تزيد عن 10 دقايق. كل ما هتخرجي الفطير بدري كل ما هيطلع معاكي طري ومش مقدد كده وناشف. تمام، يعني التسوية دي مهمة جدا، ان احنا نظبط درجة حرارة الفرن انها تكون عالية، وما نطولش مدة السوى عن 10 دقايق، وهيطلع معانا بالشكل الجميل ده، طري جدا ومورق ومظبوط كده. وان شاء الله جربوا الوصفة، هتعجبكم جدا جدا. واي سؤال او اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات، وباذن الله هرد عليكم. دي الفطيرة اللي هي عملتها زي الدورية كده، هي برضو كانت جميلة جدا وحلوة، بس طبعا التانيين يعني كانوا افضل منها، والرئات بتاعتهم كانت رقيقة وشفافة عنها. فجربوا الطريقة اللي تريحكم، وبإذن الله هتعجبكم جدا، واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم.